قد انحنى قلب الله في الليلة المقدسة إلى الكوخ الصغير. تواضع الله هو الحياة، وإذا ما ذهبنا للقاء هذا التواضع عندها نعيش الحياة بفرح، وعندها تتجدد الأرض أيضاً بتواضع الرعاة. فلنلتزم المسير في هذه الأيام المقدسة نحو الطفل في المغارة، نلمس تواضع الله وقلب الله، وعندها سيعطينا فرحه ويجعل العالم أكثر إشعاعاً. سيادة الحبر الجليل مرآزات صبري شابة جزيل الاحترام، حضرة الأب يوسف راعي خورنتنا، آباءنا الكهنة الأفاضل والراهبات، أبناء الكنيسة الأعزاء، أحبتنا أعضاء أنشطة خورنتنا كاتدرائية مرئيث آلهة، نرحب بكم جميعاً في اليوم الأول لمهرجان مرئيث آلهة الثامن، ونحييكم بتحية ميلادية مميزة لنصغي ونصلي بأصوات ملائكية التي ستطرق مسامعنا بتراتيل ميلادية تحييها جوق مرئيث آلهة وجوق مرعودة وجوق الطفل يسوع، ولنشارك بفرح ومحبة فيما بعد بتكملة فقرات المهرجان بافتتاح زينة الميلاد والمغارة والسوق الخيري، والذي سوف يستمر طيلة 3 أيام المهرجان. أهلاً وسهلاً بكم. ليتفضل سيادة راعي الأبرشية المطران مرآزات صبري شابة جزيل الاحترام لإلقاء كلمته بمناسبة افتتاح المهرجان. بركثة ليثايوثا قدشتا بابا وبنون روحة قدشة بشارخ هذه مهرجان هذه زوياحة هذه احتفال ديا مناسبة سهدوثة مريث آلهة. الاحتفال هو جزء من الإنسان، جزء من حياة الإنسان بعد الشغل والعمل والتعب والتفكير بالعائلة بالاحتياجات بالمال حتى ندبر حياتنا، نحتاج إلى يوم راحة اللي هو يوم احتفال، نرتاح شوية من الشغل من التعب من الأسبوع كله، نخلد إلى الراحة. بس هذه راحة ما تكون راحة كسولة، راحة عقيمة، لكن ممكن تكون راحة منتجة. فبهذا الاتجاه نحن راح نحتفل براحة، ولكن كلتنا مدعوين أن نحتفل باتجاهين. اتجاه هو اجتماعي ثقافي، تنشئة ثقافية اجتماعية من خلال لقائنا مع بعض وفرحنا مع بعض ووحدتنا وانتمائنا إلى بعضنا البعض وإلى الكنيسة بشفاعة قديسنا. والاتجاه الآخر هو روحي إيماني، لأنه إذا نبقى بس بالأنشطة الخارجية وبالبازار بالسوق الخيري ما يكفي، لازم نتأمل شوية همين نسترجع قصة أو خبر استشهاد قديسنا مريث آلهة. لازم نحن أيضا ننقل مثل ما وصلتنا هذه القصة وقصص كثير من الشهداء في تاريخ الكنيسة وصلتنا، نحن أيضا علينا نوصلها للأجيال المتعاقبة الأجيال الجديدة. يمكن هي فرصة أيضا لمعلمي التعليم المسيحي يكون عندهم هذا الرزنامة الطقسية، كل ما أكو تذكار أو عيد لقديس ينطون فكرة لطلاب التعليم المسيحي حتى نوعي الأجيال الجديدة أيضا بتاريخنا برسالة هؤلاء القديسين والشهداء. شنو رسالتهم بالنسبة لنا؟ كل قديس وكل شفيع أكيد هو إصبع يوجهنا إلى الرب. هالشكل محتاجين أيضا من خلال هذه الفعاليات أيضا هذا الجانب الروحي، هذا خط الإيمان
اللي يقول عنه يوحنا بولس الثاني كلمات قوية. هذا الإيمان إذا ما يتحول وما يصير ثقافة ما بمعنى. فلما نحسب نفسنا مؤمنين أو نحرس الإيمان علينا أن ننقل الإنجيل، وخاصة وسط هالمتغيرات في المجتمعات اللي تصير، وخاصة الأجيال الجديدة نحتاج إلى أن نطور أيضا فكرنا ونوصل هذه القصص وهذا التاريخ وهذا الإيمان إلى الأجيال الجديدة. فأهني الرعية كاتدرائية ماريثا لها في دهوك. القديس هو شفيع الكنيسة ولكن هو شفيع دهوك أيضا. والقداسة هي أيضا إعلان القداسة بنوعين: نوع رسمي تعلن الكنيسة بعد ما تحقق في الموضوع من آيات وتسمع شهادات وتعلن هذا القديس، ونوع آخر هو شعبي، نقول التقوى الشعبية اللي ترفع هذا الإنسان إلى مصف القديس. يمكن إحنا لا بل أكيد تاريخنا كله في كل هالشهداء والقديسين نحن كمؤمنين نعلنهم، الكنيسة المحلية تعلنهم بدون أن نرجع إلى طريق الرسميات حتى نعلن قداسة هؤلاء الأشخاص وإكرامهم. فإكرامنا لقديسنا وشفيعنا هو أنه نرجع إلى القصة، نقرأ تاريخ هذا الشهيد ونحاول نأون الرسالة مالته اليوم. شو المطلوب مني أنا؟ هذاك الوقت هذا القديس عاش إيمانه ورسالته بطريقة معينة، اليوم أنا في هذا الوقت شلون أعيش رسالتي كمؤمن مسيحي معمد؟ درس وعبرة ومغزى ناخذه لحياتنا من خبر وحياة واستشهاد هذا القديس. شفاعته تكون معنا جميعا. شكرا. شكرا جزيلا سيدنا لكلامكم وتشجيعكم المستمر للخورنة. لنشاهد الآن ريبورتاج وثائقي عن عيد شفيع نهدرا مرئيث آلها من تحذير أعضاء اللجنة الثقافية للخورنة. لأهالي دهوك شفيع آمنوا به منذ القدم وإلى يومنا هذا. اسمه الشماس مرئيث آلها، الذي يعود تاريخه من القرن الثالث الميلادي في أيام الاضطهاد الأربعيني. مرئيث آلها نهدرايا وخشة ماشا بقيت نهدرا دقت تخري ثواني تشعي ثنايا بيت بيشلي هو يبشات 315 المارن بأفرد نهدرا أو بمذيتد مع الثاية وأذشى ماشا مهيرة ويوا ومكرزوا بشمد مشيحة وبشمد آلها شاتت 339 بقد بقدانا من شابر تريانا ملكة فرساية بيت بيشم عذبة مجنجرة وخطيلة كل آند مكرزي بشمد آلها وبشمد مشيحة وبشاتت طلافاما وشوقي وإشتا كم آريلي مرئيث آلها بيدوية خادغ ميرن مكرزوا بشمد آلها ومشيحة وكبنو بليلي أربيل تعمى كم مغزيلي ترزة عذابة وجنجارة المدخل طلافشني ولو اللي يعني لا ضغير من هيمانوثح ولا بقيلي منافذ من دتكبي واني تتساغذ الشمشة فخيري ليبا تشو مجال قمليكم حكميلي باعدام دختمري الرجم وكم ماثيل ميري الافرد
ديح دويوان وهضرة كل جميع الماريثا لها سبب ماريثا لها أي قد دويوا عذو بحم جنجوريح خمك حراس حسب ما تاخر كثاو شهداء مشرق دكتور البير ابونا كيما خمك حراس ثير بقنوثه مير طالح اخني بيأخلو كاسه بخمره بمرغ دمه يعني باولك بارشات الدمه واخي بمرغ شتي دمه وتدلق طليله كيما طالي لا بشطو طالي دميثن وقطلي لي تتخاهن هالابد ولا خاهن تدميثن هالابد وكم رجميلي قراوي وقريوة من مذيت الدهوك تعمدي لبنيثة أذ طرفها. وفي مكان استشهاده تم بناء دير صغير من قبل الأهالي لإيمانهم به، وسكن في هذا الدير عدد من الرهبان، والذي تم تخصيصه لتعليم الطقوس الليتورجية الكنسية والقضايا المتعلقة بالإيمان المسيحي. هل بدك تخرج ثواني كمري بشلا بنيثا قاود ديدوكثا خا ايتا وبنيا دير رابا دي رباني كبيرة رباني ويقاوح وإيثن خمن دي كبيرة أنقاية ومهم ناشا لازم يذيلي وأنا على طول كم ركزن إلي ناشا الدوق لازم يذيلي بيت ديرد مرئيث آلها بشلة خيرة ثلاثة وخمسة ديرة ثلاثة وخمسة ديرة قاود لا حد وذالي أبسقوبا الصيدة شمح لونارد هابيل كم قادم له قديشوث دمارا بابا بولس خمسة شاتد ألبا واشتامة وشوقة ألبا واشتامة وشوقة ميري أن ثلاثة وخمسة ديرة ولا عمير برباني يعني دكثت ويوا دميرا دير ماري ثلا لا ويوا خا بيثا او خايتا او لا دير رابا ورباني كبير قاوح شاتت البا وتشم اسر وتشقى خوري يوسف بهرو آلما نخلي متخملي تد بانيري او إعادة بناء الديرة ديح وهل بدأت خبرة موجودة لي مؤكد لأن أنا كما بقني من مجلة تكوخة النجم صدرها من بطريركية الكلدانية مجلة عدد ديح شاتد ألبا وتشام وأسر وتشا والكثيوة بأنه خوري يوسف بهرو بنيل أول ببناية إعادة بناء يعني دايرة إثوم خمنح دايرة مار إيثا لها نوها دراية وطبعا بسخاء الجماعة ديح يعني جماعة ديح يعني دهوك اني واللي مساعدات وتبرعات وكم بانيله الذيره مو ايد الدها او مخمن كبير تخريله وبنايا انا على طول تخرنا هاي لانه نشميح من محسة شماشه جورجيس عوديشو وكي مروه بنايا ثوال من موصل وبنايا شمح ناصر يعني اي كم تخرنا لان شمت ددنا شيء لازم اثد تخاره وهر هذا بريلي قاوح طبعا خفتره بشوالي مركز إعاشة الجيش بسبب قريوة والمعسكر دهوك وبعدين يمكن تركي والي قصة يعني بشوالي يعني خريوة كبيرة دكانيح قملي ودلي إعادة ترميم دي شاتد ألبا وتشامة وثمانية وطلافة فترة محسية قاشة وغصين صادق وقت كما ودلي ترميم خا مهندس أرمناي شمح زوراب شاهين كريكوريان ديله من خنواثن أرمناي وعلى حسابه مهندسي له وعلى حسابه كما ودلي ترميم بو شكل خرايا دويوا داير الماريثالا بصر دقيقة بريلا مناقشة بناش الدهوق ومن قاشة ومطراني بأنه اعتقدها بيشلا زورتا وبيشلا دكثة حليلة مريحة كبيلا بانو خائطة ربثة تخمل لي تباني ايكا بشوبد مرثا لها دايرد مرثا لها وميرا يبتلخيل وباني خاثة طبعا قد ميرا يبتلخيل كبيرة ناشي
يعني لو بلبيهن ميري دخبا ثلاث خمر ثالا وكذا بس بالاخير مفقنا ميري بوضو ديرة رابا وجنداية تمر ثالا مفقنا هنا شيء الديرة طبعا ايمن واوا شاتد البا وتشامة وتشئي وشوا كم تلخيلي او ديرة قمايا واي تخثة بشلة بنيثة شاتد البا وتشامة وتشئي وتشئة وثيوا لي كبيرة ناشئة وحضروا علي افتتاح ضد ايتا. وبسبب إيمانهم ومحبتهم لشفيعهم قاموا بتثبيت أعياد خاصة به أيضاً تضمنت صلوات وتراتيل تعبر عن محبتهم له. قاش يوسف دو كنايا آو دريل ترئي ذواثة تمر إثالها وآو هم دريل الصلوات تمر إثالها حلدها تقمريلي بصلوت درمشة إذواثة ديه ودريلي ترئي ذواثة هم تمر ثالها أو قمايا بايش 15 بالختريسر من كل شاتا وهم إيثن خد تقليد قدادي إيذا بثر زناشد منطقة كودي هريسة كودي من دليل دد إيذا حل ثاني يوم بصباري بعدين أنا موزعي لي خادته وخدنا دخير وإذا خدنا نابل يوم أربشيبة بثر إيذا رابا من كل شاتا. الشعوب تعرف بتقاليدها وعاداتها التي تعبر عن هويتهم وإرثهم. كذا الحال لدى أهالي نوهدرا عادات وتقاليد خاصة بهم بعض منها مرتبطة بمرئيث آلهة. جبو أودد ماريا قمل بحلويا إيش عنبر خوبئيا هلل هللويا هلل هللويا مزمر بداي موتا ضبطر شكولول نبادل كل طاواثا طاويل بسيمة أثمل كدش لاما هول بليل ويوم بالح ويل العالمة هول بليل ويوم بالح ويل العالمة كيمر كل ما العالمة وديو يارو خسرتا أخني كبو خيمانوتا كبو لا بوخش بندي مرق لاك روسا وأخني كلها نالشواوان ما ثقة كتها بصرة وسبدي دارو خوالاي دارو بصرة شكلو خوالاي على نادية بجنب خلو خوالاي سمي جنداية ودارو خماي كابت كونكو اخرتكو قزاني ودارو خوا بيتو خمسان وردية حيال باشلوا بجنب صالو خمدية حيمرو خوا بصالو وردية وكاس خوالي بقيم خمس باري زانا ايتا شم خوارازي واتخوا مدي والي نقول مخداني الشباب مدي والي ريسا قطة شوابي لبلخوة تمي مرطالها خير مرطالها المرطالة هيني مرطالها أرقلي وثيري أثري سطالحيني طم شبد مرطالة هيني أرقلكم قطيلي تاما قابل أخاكم مرطالها هيك زقل إيتا شم خرازي وكبش لخوة ما أبلخوة كانوا كبش لخوة بشوف قزانات قطع قزانة كانوني أخا أرمناي دوك تديلا كيز التعزية راح وقمخا آية دد أرمناي وهما أنا كم بشلي وتاما وأخلي تاما كم بشلوخوا كل كم وزعيوة ما ثوهن ليلون دار مطرحياته ما ثوا قوري كل يتيم صاليوة دار أخو إخالة قاش وآني يتيمة يتيم صاليوة رسميوة صليوة يتيوة مغاديوة قوري كل قوري إيه مش نكون خلوخوا بشكلوخوا أوخا قصة تخصى خاد ليلي إثيا خانق وشانا إلي لبلوخوا البيثة ناخو شبدك لكو يعني نقدر بلوخوا كبير البيثة كل دار تقاش وآني مصالي وشباشي مغاديوة وخلصيوة خلنا بروخوا الإيتا خلنا صيروخوا المرطالة سوا كيفها أو كيفها شكلوخوا لي كنت بقى محصلي مراديح أو ذوق الأطخة أو طفالي أنا قم حصل لي مراديح مرطالة قم قابل لي أبدا طافي لقم حصل لي مراديح مرطالة ناقة براشة ندير لي بالصبية أو طفالي كيفها لا إيه أطخبها وخميثة كبر أخوة كل شكلها كيفها أو ذوق هذا أو ذوق أنت مرطالة يا مرطالها طفالي كيفها كبر يلا أوقع أو ذوق كيفها يجندوا جمع أخو كدك مباتي كو خبيثة كو ذغواريسة بيتو خمصالخ ووردية ومديحة
وثوانا بيس ديرتي وما صوموا ويوا يوم دئيدي ثوانا تاما كلنا صارخوا بس أيقد إيه ضرابة يوم دأربد إيه ضرابة وشيرك ويوا شيرك بشلخوا كنت خق مالي خا ما نقدر تقوري ولا قدرت تيوي كخليوه وبيك قيمو خور رازة صالخوا وبدخل بيته. ولدى شفيعنا عجائب على مر الزمان حدثت لكل من آمن به. هل بدنا شدوك نقلي بأنه بريلي عجب واثة بريلي خمكة من ديانة لوا يعني ليلي خارج الطبيعة دخت كمري ولهذا مير أني عجب وافد ماري ثالة من ضمني أنا خا ناشك كما حكي له طالي وأو حلدا صاخي لو موجودي لي كيمر زوري وأخوة وكل قنطر ديتا زين ثير خا قورة ومن خبختا لوا وعدل يعني مخ هستيريا مخ عصبية بشتا كبيرة كيمرو الاريا دا تحصيري وكما ثيلا ليتا مير بخد آله اي بختها هتخيلة وحسب ما تشميلا انه بلوخلا المرثالة بلكي النيخة فكبو قضيلة مرثالة واثوت منا بثخوتني لتداروخ لتاما لان ليلة بشواقة شوحة طالا وهرولا على طول بث حالة قملة ايتا ولا قضيلة طال ان شباب جوانقي وكمري وبزالة من نمني وكيمر اي هرولا بخيار قاون بعلاقة بطن اخي وخبزدقة كيمر مطيلا تاما ويرا كما وروخ المرثى لها عاشرته واو كيمر كم داري تاما كم حارق الطارة بطرح مير شوقوخ راح بصبار خازو دخ بيشا كيمر اخني شيك بيش لندخي بس كبو قاث بصبار زن خازو اي بختا ميبري لله تاما بقانا خاز كيمر زلن بصباري بثخلن طارة خازوخ اللي ولا بركتم صلوي كيمر أخني أبنكم خازوق وبخيار من طرب قناوثة ميرد عرقة إلا بفران كيمر لو لبركتهم صلوي كيمر قرولا إلا كيمر آية خلصنا صوثح وزفيرة إلا ميرا قيدمتوخم برختا دخيتون كيمر وقملة وثيلة وهادئة وشمدي لفابا كيمر أخني مشي ذنن كيمر أونا شماقة بصخلي وكيمر قاناخم بسمة ولا نخلة آي خانا جيح واوا وكم مبقيلة وكم نوبليلة كم طبعا اي انا شميح من مباشر يعني لين شميح من ناشخ لا من شخص ددوية موجود تاما اي يعني انا قبل بي فانا عجبو فيلا لين اذبخت بيشة تاما ودارة الهشح مخميثة انا غزيلي خلمة بابدي يزوري نخبش كبيرة كبري سرطاني لي مئوذن انا زلي براكة 5 أيام مرطالها قربان وقاتي ما نخدي يزور دقيقة لي زين بخل ما أنا دمختها كيزا كو خايتا اللي هو الأي إيتا مغيتا بزمور بشبوحي قم نزلي بركني خابقة كيمر براتي نزلت كيمر قورح بدنايخ شكرني مرطالها قم ما نخلي أنا كم هي منكم مرطالها كنت طالبة مني كم حاصل يا مرادي شكرا ويا باب تفيني وقري والاسكندر زيني النوني خشكة مطرة الساعة 3 من الليل كيما الغزيرة نخشى مع قيموسا بالهاية وأخني وبيسايا كيما الاسكندر بين قري وخر يا شابة قيم احكي مرسى على بمغزى أنا أرخد ثغر بيضة. ولدى غير المسيحيين في منطقة دهوك إيمان كبير به بسبب حدوث إحدى العجائب مع شخص كردي، وبناء على ذلك تم تسمية الدير باسم ديرا برانة أي كنيسة الكبش. علي قنجو 5 شرمانة ويتوالي إروي بيتي عقو محل الشيلة قنابل والي إروي مرأي والي بندوكاني خيوم قملي ودلي الشخطة تامة راحوا قباثو ودلي الشخطة تامة سير خناشة من دوبارة كيمر قنجو أي بش الليلة آتي شو دخا ورمو كيمر شوق
وفي شكورة كيمر قاي كيمر قملي وذي شخت أخا ميري ما فر ديرا فرادي شرمنكات يعني دار سوريا راي مي باوزلان كيمر بعداني عيني بشلاي كود دارين بدارة لكي ذنبي أوزينا كيمر يري إيدي نابلي كيف قاشة يوسف قمايا زل جيب يحكي مرطالح أنا بيبي ودن طالو خمانا ناشر مخواته سيتان بجيب طلب وصالي ومرجي مني طلب عبو مني ونظور خمدي بالكئاوة باتخلعينه قبل ودن هذا وسخلعينه بعدانا قبل أوبرانا قروسة كمنا خيري طالح من هذا كدار يشمع ديرة براني ناخوها ومرئي سالها يعني يسألها يتوالى الإيمان قاوي شمي وقالا طالبوا من استاذح فمراحب وألا. ما زال المؤمنون في دهوك يحتفلون بتذكار شفيعهم إلى يومنا هذا ويقومون بالطقوس الخاصة بهذا التذكار. بهذه المناسبة إذا مرثالها أخني إتن مهرجان كودخل كل شاتا يمشاركي مهم نديا بالإضافة لنشاطات إتديا كل أخاني قاوي فقرات كبيرة والسوق خيري وهم يوم خرايا كاولا رازواثة مناسبة استشهاد ديح طلبوخ منح منطقة هاي منوثة ديا منطقة دعوات ديا تألها آوة ناطيرا ناطر كلن دي البلاخة قويدة مرثالها وبالأخير هم مبرخن جوقة مريثالاتي لشقلت شمح وهم مبرخن أخوية مريثالها وأكيد أث مهرجان وأث إيذا أو بريخة تكل مهم مني تدئتت مرثالها وشكرا طالوخن ودلوخن أث ريبورتاج وعلى ناطيروخن وعلى مقويلوخن دائما تخدمت تمشيح. سادة زهيا يا محميانا داذم بيثا كيم بايتا كاواب إلو تشاقلت كليلو يا زكايا حاميم ذيثو خايلة مريا حبيب نونو يا طوانا ريقة وأثران شلام وشينا إذ آلها. يروي لنا الإنجيل لوقا بأن الله رفع حجاب خبائه أولاً أمام أشخاص يهملهم المجتمع الكبير، أمام الرعاة الذين في الحقول بالقرب من بيت لحم كانوا يحرسون حيواناتهم. هؤلاء الرعاة كانوا مغمورون بمجد الله بسحابة نور، كانوا في حميمية بهاء هذا المجد، في غمرة سحابة النور هذه يصغون إلى نشيد الملائكة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. ومن هم أبناء رضاه سوى الصغار الساهرين المنتظرين الذين يترجون صلاح الله ويبحثون عنه وهم ينظرون إليه من بعيد. لنستمع ونصلي مع جوقتنا الرائعة جوق مار إيث آلاها مع ترتيلتين إيث آلاها وخبة خميمة.
هذا الطفل حقاً ابن الله، هو حقاً إله ونور، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر. لقد تم تجاوز المسافة اللامتناهية بين الإنسان والله. لم ينحني الله نحو الأعماق وحسب، كما تقول المزامير: إن الله قد نزل حقاً ودخل العالم وأضحى واحداً منا لكي يجذبنا جميعاً إلى ذاته. هذا الطفل هو حقاً عمانوئيل، الله معنا. نستمع الآن إلى ترتيلتي بلقد ليلة زونة قرثة يادن خثل من رومة دشمية لجوق المميز مار عودة. ليلة زونة قرثة
لقد عرف البشر دوما أن كلام الملائكة هو مختلف عن كلام البشر، وأن رسالة الفرح في ليلة الميلاد نشيد يشع فيه مجد الله. وهكذا فنشيد الملائكة هو موسيقى تأتي من الله، بل هي دعوة لكي ننضم إلى هذا النشيد بفرح القلب بأننا محبوبين من الله. نستمع الآن إلى ترتيلتي ها من الشرق وخا ليلة مع الجوق أصوات الملائكة، جوق الطفل يسوع.
عشقنا وبارويا كوثر لث والدك ذا طلب ويا ماري دامرت وكواي مرمت ومني حطاهي شلامخ يا وتوالي من لبي شاقت وقالوا خشوي كدمان اخوى بغرو كياني لك هاد يا أبد إلا القبوخ ماري إلا القبوخ يا مخلصاني آتي سببني خوذي لا حب اختالي سبقي من طيما كل خاي طلب ويا ماري دامرت وكواي مرمت ومني حطاهي شلامخ يا وتوالي من لبي شاقلت وقالوا خشوي ثدمان اخوى بغرو يعني لك هاد يا أبد إلا القبوخ ماري إلا القبوخ يقول القديس أغسطينوس: الإنشاد هو أمر يتعلق بالمحبين. هكذا على مر الأجيال يضحي نشيد الملائكة من جديد، نشيد حب وفرح، نشيد الذين يحبون. نستمع الآن إلى ميكس تراتيل عيد ميلاد المجيد مع جوق مرئيث آلها. ملاك الرب بشر مريم العذراء فحبلت من الروح القدوس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. سبحان الكلمة السر العظيم من توشح جسمنا Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? أو تعلمين أن له نجوم كل الملائكة وإذ تقبلي فذا وجه الإله فلتسترح قلوبكم يا أيها الجموع قد ولد المخلص حبيبنا يسوع
يعتق الأسرى من الآثام والدموع بإشارة حب عجيب، حب عجيب، بإشارة حب عجيب. قال الملك لهم لا ترهبوا يا قوم، في بيت لحم ولد المسيح هذا اليوم، يحيي قلوبا تؤمن به دوما فدوم بإشارة حب عجيب، حب عجيب، بإشارة حب عجيب. هللويا 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 هللويا، ولد المسيح ضمن المغارة، قد ولد المسيح. يا للبشارة يا لليوم الصبيح، ملائك العلا حلت من السماء، هلم يا روح هلم يا مجوس. هللويا 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 هللويا، ولد المسيح ولد المسيح. هللويا ولد المسيح. هللويا ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح. هللويا 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 هللويا، ولد المسيح. هللويا ولد المسيح. هللويا ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح. هللويا 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 هللويا. أجواء الترنيم والصلاة مع جوقاتنا ترنمت بأعذب الألحان والترانيم الجميلة، وأدخلتنا في أجواء ميلادية رائعة. فالشكر لكل من تعب وسهر لأجل تنظيم هذه الأمسية الجميلة. شكراً لكم أيها الجمع المبارك لحضوركم وإصغائكم، والشكر موصول لكاهن رعيتنا لتشجيعه المستمر لنا. ولد المسيح. هللويا ولد المسيح. هللويا ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح. هللويا 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 هللويا، ولد المسيح. هللويا ولد المسيح. هللويا ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح. هللويا 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 هللويا. باسم الثالوث الأقدس ربنا وإلهنا ومرئيث لها شفيعنا، نشكر الله الذي جمعنا تحت عنايته ورحمته الأبدية في هذه الأيام المباركة لنحتفل بمهرجان شفيعنا الشهيد مرئيث لها، وتقدم بالشكر الجزيل لسيادة المطران مر آزاد شابة لحضوره ودعمه المادي والمعنوي لنشاطات كنيستنا ولخدمته بالمحبة والأمانة
نطلب من الرب المتجسد يسوع أن يحفظك ويقويك لخدمة مؤمنين الأبرشية. شكرا للضيوف الكرام والآباء الكهنة والخوات الراهبات وضيوفنا الأعزاء، إخوتي وأبنائي المؤمنين، مؤمنين كنيستنا مرئيثا لها، وجميع الأنشطة التي تخدم كلمة الرب في كنيستنا. إذ قلت لكم شكرا فهي قليلة بحقكم، ولكن سوف أطلب لكم بكل صلاتي أن ترافقكم مريم العذراء كما رافقت ابنها الوحيد، وأطلب من مار يوسف أن يحرسكم كما حرس على يسوع الطفل، ومن مرئيثا لها أطلب أن يكون شفيعا لكم دائما. والرب يسوع يبارك الجميع، وهذا ما أتمناه لكم، وأن تقبلوها مني ابنكم وخادمكم الأب يوسف يعقوب. شكرا للجميع على حضوركم لأول أيام المهرجان. بهذا المهرجان عندنا توصيات على مود شو راح نسوي تكملة لمهرجاننا اليوم الأول، وشنو راح يكون باكر من برامج. أول شيء نطلب من سيدنا أنه يتقدم ويقدم دروع لمشاركة الأخويات أمهاتنا وأخواتنا بشخصها ماسير حنان. خلي تفضل. بعدين أخوية مرئيثا لها بشخصها ماسير منيرة. وجوقة براعم الصغار مستقبل كنيستنا، جوقة الطفل يسوع بشخصها ريمون. أخ ريمون يتفضل. شكرا سيدنا، تفضل مشكورة. هسه كلنا راح نطلع مع سيدنا من هذا الباب باتجاه الشارع على مود نسوي افتتاحية مال زينة. عندنا مال شارع، بعدين عندنا مرئيثا لها، بعدين عندنا زينة البابا نوئيل، بعدين عندنا هي مسيرة من برا إلى المغارة، بعدين منك إلى افتتاحية السوق الخيري. في السوق الخيري عندي ملاحظتين. راح تشوفون بنص السوق الخيري أكو شجرة هي متبرع. هاي الشجرة راح نسوي عليها مثل خلينا نقول منو يشتريها أكثر. اللي يشتريها ما راح ياخذها، اللي يشتريها فلوسها. والسوق الخيري أيضا هو دعم للتعليم المسيحي، وبنفس الوقت الشجرة راح تروح إلى عائلة فقيرة على مود تخليها وتزين بيتها. في نهاية السوق الخيري هالمرة أكو شيء جديد، أكو أكلات شعبية اللي اليوم هم دور على أمهاتنا وأخواتنا أم المعونة. هي أكلات شعبية تأكلون سمبل، مو تجيبون معون ابن جبرائيل شوية تاكل، ها يعني مو تتعشى على حسابنا اليوم. فخلينا نتفضل كلتنا، وباكر إن شاء الله نشوفكم الساعة 5. شكرا لحضوركم، أتمنى حضوركم غدا، والله يحفظ الجميع، آمين.